اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا حبيبي، عاملين إيه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكل متابعيني. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، ويجعلها كده سنة سعيدة عليكم يا رب. أمي الحبيبة ربنا يخليها لنا كده ويديها الصحة. طلبت مني تاكل من ايدي سبانخ، عملت لها أحلى سبانخ ورز بشعرية وفراخ. تعالوا بقى أقول لكم احنا هنعمل ايه. أولا هجيب السبانخ الجميلة كده اللي بنت أختي جايباها حنين، حلوة زي العسل. تسلم ايدك يا حنين، مع ان كلها هتطلع نصها بايظ. دلوقتي هننضفها اهو زي انتم ما شايفين. هفكها كده وهشيل منها اي حاجة دبلانة واي حاجة بايظة واي ورقة مخرمة. يا محلى الاكل المصري الجميل، بجد جميل قوي، بيفكرنا بذكريات كده جميلة. وهشيل اي حاجة كده مش كويسة فيها. وربنا كده يسترها عليكم وعلى ولادنا يا رب في المحنة اللي احنا فيها دي، ويعديها وما نشوفش اي حاجة وحشة في اي عزيز علينا. وخلي بالكم من اي قوي، يعني عايزه اقول لكم بس تنزلوا اولادكم في اي وقت، خلي بالكم لازم يكونوا لابسين كمامه. حرصوا برضو يعني احتياطي، لان طبعا كورونا منتشره الايام دي. فخلي بالكم ربنا يسترها كده عليكم وعلينا جميعا. هنضفها اهو زي انتم ما شايفين. جبت طبق كبير هغسلها فيها. اهم حاجة غسيل الخضار، لان طبعا بيبقى فيه طينة. ولازم يعني لو احسن ان انت تنقعيه، ان انا فضلت انقعيه كده شوية وبعدين غسلتها كذا مرة، وقعدت اغير المية بتاعتها لحد ما المية بتاعتي بقت رايقة كده وزي الفل، عشان ناكل اكل صحي ومفيد في نفس الوقت. لان طبعا ما نجيش نطبخ الاكل نلاقيه كده بيقرقش كده تحت اسناننا، فيه طينة فيه تراب. لازم طبعا الاكل بتاعنا يبقى نضيف. اهو بصوا المية بتاعتي نضيفة اهي وزي الفل زي انتوا ما شايفين اهي. طبعا ما سبتهاش الا لما بقت زي الفل. جبت صينية وهخرطها كده عليها زي انتوا ما شايفين اهو. دي طريقة لتخريط، وانا هوريكم طريقة تانية على ايدي. لان في ناس طبعا ما بتعرفش تخرط على ايديها، وفي ناس ما بتعرفش تخرط برضو كده. يعني انا قلت اوريكم برضو الطريقتين، عشان في بنوتات صغيرين كده لسه بيتعلموا معانا. التكية اللي انا بعملها دي، الجذور بنضفها وبعدين بخرطها. دي طبعا اتعلمتها من حماتي الله يرحمها، ربنا يرحمها كده ويحسن اليها. اتعلمت طبعا منها حاجات كتير واكلات كتير وتكات كده كتير، لان كنت بقف معاها في المطبخ كتير. ربنا يرحمها يا رب، وحشتني والله. كده هخلص التخريط وهوريكم برضو تخريط اهو على ايدي اهو زي انتم ما شايفين كده. يعني اي تخريط انتوا عايزينه خرطوه، وانا بخرطه بيبقى عريض شوية، علشان اولا السبانخ زي انتم ما عارفين انها بتكش، حجمها بيكش. فانا ما خرطهاش رفيع، عشان كده مش هلاقيها في الحلة. فانا بخرطها عريض كده شوية برضو. وهجيب برضو معايا كزبرة. كزبرة خضراء، ما بحطش عليها كزبرة ناشفة، هي كزبرة بس، وما بحطش بقدونس ولا شبت، الشبت بيغمقها. فانا طبعا نقعت الكزبرة وغسلتها وصفيتها اهي. وهخرطها، نخرطها مع بعض اهي. هخرطها مع بعض وبعدين هقلبها كده مع بعض كلها اهي في الطبق، عشان الكزبرة كده تبقى في قلبيها كده وتبقى متخللة. طبعا بتدي ريحة حلوة قوي للسبانخ. طبعا بعد ما بتستوي كده بتلاقيه كده مديه ريحه للسبانخ. انت لو حابه تحطي كزبره ناشفه مع التومه تمام براحتك. تعالوا بقى نعمل الرز بشعريه الحلو بتاعنا. بحط الماده الدهنيه بتاعتي، انا بحب اعمله بزيت، بيبقى مفلفل كده وحلو. وطبعا هتابعها طبعا كده وهقعد اقلب فيها، ما اسيبهاش لانها بتتعمل الشعريه يعني بتتحمر بسرعه زي انتم ما شايفين اهو، عشان ما تتحرقش. وبعدين هكون غاسله الرز بتاعي ومصفياه. طبعا ببقى منقياه وغسلاه ومصفياه، وهقلبه كده على الشعريه بتاعتي ولحد ما يتشوح في قلب الماده الدهنيه كده، واسمع صوت الشكشكه كده بوداني، يبقى كده حلو قوي تمام. هرش كده رشة ملح. التكات دي بتفرق والله يا بنات بجد. يعني انتوا اعملوا مرة كده ومرة من غير ما تشوحوه كده في قلب تشوحوهم كده مع بعض، هتلاقوا فرق. لان انا جربت الاتنين، طبعا انا لقيته لما يتشوح كده شوية بيفرق طبعا جدا. بيبقى مفلفل كده معايا الرزية برزيتها كده،
بتبقى واخدة وضعها يعني. وهحط طبعا هظبط لها المية بتاعتها. طبعا احنا متعودين على انا عملت معاكم كذا مرة الرز. بص بعمل المعلقة كده، ولازم المعلقة من تحت تكون متغطية كده بالمية اهو زي انتم ما شايفين. ده من غير معاير وبالكوباية ولا رز ولا مية. وطبعا بتظبطي الملح وتغطي بقى عليه. انا عملت خلطة هي للفراخ بتاعتي، انا بشوحها. عملت بصلتين، طماطمتين، قرن فلفل، وتوابل فراخ وملح وفلفل اسود. ودلوقتي هحطها على الفراخ بتاعتي اهو. هدعكها وادخل كده ما بين الجلد بتاعها اهو الخلطه اللي انا عاملاها، عشان هشوحها الاول. بتدي طعم للفراخ حلو قوي. دي فراخ بلدي طبعا، انا غسلاها ومنضفاها كويس ونقعها في ميه بملح بخل بليمون. هنا بعد ما اتشوحت اهي شويه. طبعا انا عشان محتاجه شوربتها فهزود لها ميه عشان اخد الشوربه بتاعتها للسبانخ. لو مش محتاجه شوربتها بتخليها تستوي كده مع بعض وما بحطلهاش ميه، بتبقى زي العسل. هنعمل بقى السبانخ بتاعتي. حطيت المادة الدهنية وبصلاية كبيرة كده ومعلقة توم حلوة هي مفرومة، وحطيت عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود. انا بحب اعمل كده مع البصلاية لما اجي اطبخها، بتدي ريحة، بتلاقيها مطلعة كده ريحة حلوة. يعني لما تكوني متبلاها بتكون مطلعة ريحة حلوة كده عليكي، وفي نفس الوقت بتدبل معاكي بسرعة. الملح بيدبلها بسرعة. دلوقتي انا هسيبها تدبل شويه، ما بحمرهاش، تدبل يا دوبك البصلايه تدبل والتومه ريحتها كده تطلع اهو زي انتم ما شايفين. ما تنسونيش في اللايك يا بنات، هتاكلوا احلى اكل ان شاء الله. بس امشوا على خطواتي. بعد ما دبلت حطيت السبانخ بتاعتي نضيفه وزي الفل اهي. ما تنسونيش في اللايك عشان يرفع بس الفيديو والكل يستفاد. اهو كومنت حلو كده محفز منكم. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسنيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هقلبها. انا طبعا كده مش هعرف اقلبها وخاف ان هي تتعمل بره الحلة. هغطيها ما فيش دقيقة دقيقتين بالكش اهو زي انتم ما شايفين اهو. ما تخافوش يعني. حطي كمية السبانخ بتاعتك كلها في الحلة. احنا عارفين انها بالكش اصلا مهما كانت كميتها. لو كمية كبيرة بص بالكش بتبقى حبة في قعر الحلة. اللهم صل على النبي. بصوا شوية رز، الرز بتاعي استوى. بصوا جماله وحلاوته على البخار اللي طالع على التليفون بتاعي وهيبوظ اهو. السبانخ اهي بصوا كلها دبلت اهي ونزلت المية بتاعتها. فانا بقى هسيبها ان هي تتشرب المية بتاعتها كده شوية. دي انا بعمل السبانخ على طريقة حماتي الله يرحمها. كان بجد بتعمل شوية سبانخ زي العسل. وبكون محضرة اهو شفشق الطماطم حلوة اهو بحطه على السبانخ بعد ما يتشرب المية اللي نزلت منه. هقلبها كده مع بعض. وتعالوا بقى نروح على بيتي. يعني انا دلوقتي في بيت ماما، هوديكوا بقى على بيتي. كنت بعمل سبانخ في بيتي فانا افتكرت ان انا عايزه اوريكوا باللحمه. سبانخ باللحمه حلوه قوي. يعني في نفس اللحظه دي لو انتي سلقه لحمه بتحطيها بقى مع السبانخ بعد ما بتحطي الطماطم كده اهي. شفتوا رحنا على بيتي ايه ثانيه في هوا اهو. بصوا بحط اللحمه وبقلبها وبتحطي الملح والفلفل الاسود بتاعك ده بقى. يعني بتاكلي احلى سبانخ واحلى لحمه والله. بتبقى متشربه كده من طعم السبانخ بتبقى زي العسل. هنرجع على بيت ماما تاني. انا عماله اوديكم لبيتي وبيت ماما اهو. بيت ماما اهو اهو. بصوا السبانخ اهي. يعني دوبك انا ما بخليهاش تتسبك قوي. رجعنا لبيتي تاني برضه اهو. بعد ما حطينا اللحمه فيها اهي غليت اهي. انا بخليهاش تتسبك قوي. وهزود لها بقى شوربه على كده. زود لها. انتي طبعا بتعملي السمك بتاعك. في ناس بتحط معلقه رز في اللحظه دي بيستوي كده مع السبانخ. زمان امي كانت بتعمل كده اهي. السبانخ اهي اتسبكت اهي شويه. وهزود لها الشوربه. طبعا انت لو عايزه تصفي الشوربه بتاعتك تمام. انا مش بحب ان انا اصفيها لان طبعا انا مشوحه الفراخ فطعم البصل والطماطم خرافه فيها والفلفل. فمش مشكله لو دخلت في السبانخ هتطعم لي الاكل بتاعي احسن احلى يعني واحلى. هزود الشوربه اللي انا عايزاها عليها. طبعا انت بتعملي سمك السبانخ اللي انت عايزاه. فاهو رجعنا لبيتي تاني اهو. بعد ما حطيت الشوربه على السبانخ باللحمه هسيبها طبعا 5 دقايق تغلي مع بعض وهطفي عليها. وكده هتاكلوا احلى سبانخ واحلى فراخ واحلى رز بشعريه. وهنا اهو بحمر الفراخ بتاعتي.
عفوا. حمرت اهو الفراخ بتاعتي زي العسل، واخيرا الاكله الجميله بتاعتي خلصت، السبانخ الجميله اللي مامتي كانت نفسها تاكلها، والرز بشعريه المفلفل الجميل والفراخ. وما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واي استفسار سيبولي كومنت وانا ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسنيش في اللايك.